بغيتي تعرف كيف كانت كسوة العيد قديما؟ هي ليست فقط ملابس، بل كانت قصة حب كاملة. أشياء بسيطة لكنها كانت تصنع سعادة لا تشترى اليوم. زمان ما كانش دائما يتم شراء كسوة العيد. الأمهات كانوا كيخيطوا الملابس في بيوتهم أو عند الخياطة، واختيار القماش كان حدث بحد ذاته. الأطفال كانوا كيرافقوا آبائهم للسوق بفرح كبير، والانتظار يقدر يطول أيام وأسابيع حتى توجد الكسوة. لم تكن الملابس تشترى بسرعة، بل كانت تصنع بحب، وكأن كل غرزة تحمل فرحة الطفل. كانت كسوة العيد تمنع عن الطفل حتى صباح العيد، لكن بعض الأطفال يذهبون ليروا ملابسهم كل ليلة. الأم تقول: إلا لبستيهم دابا ما غيبقاوش ديال العيد. كان للعيد رائحة، هذه الريحة مميزة، خصوصا مع ملابس جديدة لم تلبس بعد. في ليلة العيد كان الطفل ينام وهو يحلم بذلك الصباح المشرق، وكتكون مقادة فرحة. والجميل هو ملي كيحطوا ليه أبواه ملابس العيد حدا راسو، كيفيق في الصباح وكيتفاجأ بملابس جديدة مع الحذاء حداه. والأجمل أنه يقدر يكون يلاه شافها، كيقلبها وكيشم فيها رائحة جميلة خاصة. شعور لا يضاهيه شعور، وفرحة ما عندها ثمن. ونهار العيد الطفل يلبس كسوة العيد بفخر، يخرج للحومة باش يوريها لصحابه. وكانت نقود قليلة تعني له الكثير، كيحتفظ بها أو يشتري بها حلويات. وكانوا الجيران كيعرفوا بعضهم، الأطفال كيزوروا كل البيوت، والكبار يفرحون لرؤية الأطفال. اليوم كل شيء متوفر، لكن الإحساس مختلف. لم يعد هناك نفس الانتظار ولا نفس الدهشة. وهنا بغيت ندير وقفة قصيرة، هو أنه ممكن أطفال اليوم باقين كيفرحوا العيد، ولكن ماشي نفس الفرحة اللي كانت أيام زمان، حيت ما كانش هاد الشي اللي كنشوفو دابا. أشياء بسيطة كانت عندها قيمة كبيرة، وتخليك تعيش في قمة السعادة. اليوم نشتري كل شيء،
لكننا فقدنا شعور انتظار الشيء. ذلك الانتظار الذي كان يعطينا إحساسا وشعورا جميلا. ماشي كسوة العيد هي اللي كانت جميلة، بل القلوب التي كانت حولها. جيل لن يفهم لأنه لم يعش التفاصيل. وانت قل لنا أشنو هي أجمل ذكرى عندك مع كسوة العيد؟